بغيتك غير تعرف بلي القرايه هي اسهل حاجه وجا هو الاول في الليل وليت في الفيزيك. هذا الفيديو الا تفرجتي فيه يقدر يبدل لك حياتك الدراسيه، وانا مسؤول على هذه الهضره اللي كنقول، حيت غنعطيك خطوات عمليه اللي ماشي نقلهم من الانترنت ولا شي فون في شي بلاصه اخرى. غنعطيك داكشي اللي طبقت انا بالحرف اللي خلاني نجيب مونسيون تري بيان في الباكالوريا. فقبل ما نبدا ما تنساش دير واحد لايك ابوني باش توصلك اي حاجه عندها علاقه بالباكالوريا. فيلا نبدا. اول حاجه اللي خصك تحيد من راسك هي القضيه ديال انني نخدم بزاف باش نجيب نقاط ناقصين. هاد القضيه ما كتطبقش وما عمرها كتصلح. دائما خصك تخدم سمارت وماشي هارد، يعني شوف لا نوسيون منين جات وتفهم البيزك ديالها، حيت الباكالوريا ديال اخر الاعوام ولاو كيحطوا اكثريه الفهم، اكثريه في الماط والفيزيك، حطوا الفهم بزاف. خاصك تكون ضابط لا نوسيون باش تجاوب على داك السؤال. بحال مثلا انا في الوطني ديال 2025 كانت واحد لا نوسيون سهله في الشيمي، حيت انا كنت ما فاهماش مزيان ما جاوبتش عليها، مشاو لي 2 نقاط في الفيزيك شيمي وجبت 18 في الفيزيك. دونك كنت انا فاهم ديك لا نوسيون مزيان وجبت 20 في الفيزيك. وثاني حاجه ما تخليش الدروس يتجمعوا عليك. اي درس داز تحاول تضبطو عاد دوز للدرس الاخر، حيت الا تجمعوا عليك كاملين اكثريه في الميكانيك يكونوا مشابهين وفي الاخر كتولي دي السواكتي. حيت انا عندي صاحبي كيقرا مزيان وبسبب هذا المشكل هذا جاب النقطه اللي ما عجباتو. فانت شنو خاسر؟ اي درس غتحاول دوزو عليك وتفهم لا نوسيون منين جات. اما ثالث حاجه عندك دوز لشي درس وانت مازال ما خدمتي التمارين ديالو، تحاول لكل درس تخدم له 20 اكزرسيس، ودوك لي زيكزرسيس ما يكونوش كيتشابهوا ويكونوا فيهم افكار مختلفه باش انت تجمع ماكسيموم بوسيبل ديال الافكار وديال لي زاستي باش تقدر دوز بهم الباكالوريا. وعندك تبقى تخدم لي زيكزرسيس اللي كيتشابهوا، حيت غتكون غير كتضيع وقت. مثلا عندك 20 فونكسيون بولينوم وانت كتخرج لهم الدي دي اف ديالهم، انت غتكون غير كتضيع وقت، حيت لا فونكسيون بولينوم كتحل بنفس الطريقه. بلاصه هادشي تبقى تاخذ دي زيكزرسيس مختلفين عندهم افكار مختلفين وفيهم دي زاسيس مختلفين. التمرين اللي قبل ما يكونش فيه نفس لاسيس اللي كيف هاد التمرين هذا. مثلا كل اسيس خدم فيها شي 3 ديال التمارين، بحال هكا غتكون غادي مزيان. والا قلتي ما خاصنيش نخدم داكشي اللي صعيب، لا، داكشي اللي صعيب راه غينفعك في لي كونكور. داكشي علاش بقى تخدم داكشي بالتدرج. ولا كنتي مولف تخدم داكشي اللي صعيب راه الفروض والناسيونال غيجيوك ما. ورابع حاجه ما عمرك تسنى من الاستاذ يشرح لك كلشي، ديما انت اللي عليك الخدمه كامل. مثلا ما شرحلكش الاستاذ القسم مزيان ما تقولش لا صافي ما شرحليش راه ما كيشرحش الاستاذ مزيان، لا، خاصك تمشي تاخذ الريسبونسابيلتي ديالك وتمشي داكشي تفهموه في الدار. حيت دابا راه كاينين دي ميليي ديال لي زانفورماسيون، كاينين في يوتيوب، كاينين في كاع لي بلاتفورم لي زانفورماسيون، فكتسنى ما تاخذش الشرح ديال الاستاذ عوض. انا عندي صاحبي اللي عنده نجمه 6 وتيقرا غير من الفيسبوك وجا هو الاول في الليست. دونك راه لي زانفورماسيون كاينين اي بلاصه مشيت. خامس حاجه الا بغيتي تجيب نقطه واعره خاصك تونجاجي مع الدراري حتى هما باغيين يجيبوا نقطه زوينه. لا يمكن انت بغيتي تجيب نقطه زوينه وكتمشى مع الدراري بغاو غير ينجحوا، راه امبوسيبل غتجيب ديك النقطه. عندك واحد 30% تقدر تجيب النقطه، ولكن الا تمشيتي مع الدراري بحالك حتى هما تيبغيو يقراو مزيان وكيتقاتلوا راه ديريكتومون انت غتجيب ديك النقطه. لونطوراج ديالك راه ستريكتومون تاثر فيك. فديما دير حداك دراري ايجابيين، تمشى معاهم، ضحك معاهم، خرج معاهم ودير بزاف ديال الحوايج معاهم، وديريكتومون الافكار ديالهم غينتقلوا عندك بلا ما تحس. سادس حاجه حاول دائما تسبق داكشي اللي مهم على الاهم. بحال مثلا عندك فلسفه ولونجلي راه ديريكتومون تعطي الاهميه الفيزيك والشيمي والماط وحتى الاس في. سابع حاجه ما تحاولش تقارن ما بينك وما بين صحاب، حاول تعاند معاهم ولكن ما ديرش المقارنه، حيت غير غتمرض نفسيا. حيت كل واحد فينا عنده القدرات ديالو العقليه والسرعه ديال الفهم ديالو. مثلا صاحبك جاب شي نقطه مزيانه تحاولش تقارن راسك معاه وتقول لا هو جاب احسن مني، لا ما خصنيش ندير بحال هكاك، هو جاب احسن مني، لا خصك دير بحال هكا. بالعكس عاند معاه ودير داكشي اللي كيدير وان شاء الله غتجيب ديك النقطه. ثامن حاجه غتحاول تحط بلون كل نهار شنو غتقرا في داك النهار. مثلا نقرا 2 سوايع ديال الفيزيك و2 سوايع ديال الماط، دونك كل نهار خص يكون بالبلون ديالو وشنو هما المواد اللي خصك تقراهم. تاسع حاجه الا كانت عندك اللونجلي ناقصه بزاف غتحاول تطورها في هذا الشهر اللي بقات. مثلا تقرا كتوبه، مثلا تفرج دي بودكاست، دي فيلم باش تطور من اللونجلي ديالك شي شويه. وكون اكيد الا طورتيها دابا راه ما غتلقاش المشكل في الباكالوريا ولا في اللونجلي اون جينيرال. اما 10 حاجه بغيتك غير تعرف بلي القرايه هي اسهل حاجه باش كتفوت الباك عاد كتفهم هاد القضيه هذه. فدير داكشي اللي عليك وحاول تفرح والديك، حيت هما راه كيتسناو النجاح ديالك اكثر منك انت. راه العام غيدوز بواحد السرعه ما يمكنش، وخير دليل هاد العام هذا زادنا بسرعه فائقه وما حسيناش به حتى لقينا راسنا في شهر 5. استغل الوقت قبل باش ما تبكيش في شهر 6 ولا في شهر 5. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا. الا بغيتو فيديوهات اكثر هنا في يوتيوب ما عليكم غير تنزلوا لي كومونتير وتكتبوا لي الموضوع في القرايه اللي بغيتوني نهضر عليه، وان شاء الله غنهضر عليه قريبا. هادشي اللي كاين. فما تنساش دير واحد ابوني حيت الا ما درتيهاش ما غتعاودش تشوف، وكتب لي شنو هو الموضوع اللي بغيتيني نهضر عليه في الفيديو الجاي. عليك غير تهبط لي كومونتيرات وخذ لي راحتك. ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام حيت تما كنكون بزاف. هادشي اللي كاين والسلام عليكم.